وانهيار الإعلام الجزائري بعد زيارة الملك محمد السادس لدولة الإمارات وتوقيع اتفاق لمشاريع ضخمة. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن المغرب أفضل وأقوى دولة في العالم، دوس لايك وتابع معي التفاصيل الحصرية. صدمة وتفاعل واسع في بعض وسائل الإعلام الإقليمية. زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن حدثاً عابراً، بل تحولت إلى محور نقاش وتحليل وقراءات متعددة حول أبعادها الاستراتيجية وانعكاساتها المستقبلية. في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، جاءت هذه الزيارة لتؤكد أن العلاقات المغربية الإماراتية لا تقاس فقط بعمقها التاريخي، بل أيضاً بقدرتها على التجدد ومواكبة تحديات المرحلة. استقبال رسمي رفيع المستوى يعكس مكانة المغرب لدى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد متانة الروابط الأخوية التي تجمع بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. زيارة تحمل أكثر من دلالة، فهي ليست مجرد لقاء دبلوماسي، بل محطة مفصلية لتعزيز شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تمتد من الاقتصاد والاستثمار إلى الطاقة والبنية التحتية، وصولاً إلى الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. توقيع إعلان شراكة مبتكرة ومتجددة يضع إطالاً طموحاً لتعاون شامل يقوم على التكامل الاقتصادي وتعبئة الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين. مشاريع كبرى تلوح في الأفق، من تطوير شبكات النقل والسكك الحديدية إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى مشاريع المياه والسدود والبنيات التحتية الحيوية. ولأن الرؤية تتجاوز الحدود الثنائية، فإن الشراكة المغربية الإماراتية تتجه أيضاً نحو العمق الإفريقي عبر مشاريع استراتيجية تعزز التنمية الإقليمية وتفتح أسواقاً جديدة أمام البلدين. علاقات لم تبنى في يوم واحد، بل هي ثمرة عقود من الثقة والتعاون أرساها الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتواصل اليوم تطورها بقيادة طموحة تسعى إلى مستقبل أكثر تكاملاً وازدهاراً. وفي عالم تتغير فيه موازين القوى، تثبت الرباط وأبو ظبي أن الشراكات الذكية القائمة على المصالح المشتركة قادرة على صناعة الفارق. زيارة ملكية، لكن أصداءها تتجاوز البروتوكول لتعلن عن مرحلة جديدة عنوانها شراكة استراتيجية برؤية مشتركة ومستقبل واعد. ولا تقف أهمية هذه الزيارة عند حدود التصريحات أو مراسم الاستقبال، بل تمتد لتشكل نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات بين البلدين، عنوانها الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية عميقة قائمة على المصالح المشتركة والرؤية بعيدة المدى. ففي كواليس هذه الزيارة تتبلور تفاهمات دقيقة وخارطة طريق واضحة تسعى إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتحويل الاتفاقيات إلى واقع اقتصادي ملموس. دينامية جديدة بدأت تفرض نفسها، تعكسها الاجتماعات المكثفة بين المسؤولين والتنسيق المستمر بين المؤسسات، بما يعزز مناخ الثقة ويشجع على ضخ استثمارات نوعية في قطاعات حيوية. ولأن المرحلة تفرض رهانات أكبر، فإن التركيز يتجه نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاقتصاد الأخضر. مشهد اقتصادي يتشكل تدريجياً، تتداخل فيه المصالح وتتكامل فيه الإمكانيات، حيث يوفر المغرب موقعاً استراتيجياً وبوابة نحو إفريقيا، فيما تقدم الإمارات خبرة استثمارية ورأس مالاً ضخماً ورؤية عالمية. وفي قلب هذا التوجه تبرز مشاريع الطاقات المتجددة كأحد أهم أعمدة التعاون، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تشكل رهان المستقبل في ظل التحول العالمي نحو مصادر نظيفة ومستدامة. كما تحضر بقوة مشاريع البنية التحتية الكبرى، من تطوير الموانئ والمطارات إلى توسيع شبكات النقل واللوجستيك، بما يعزز الربط بين القارات ويدعم حركة التجارة والاستثمار. ولا يغيب البعد الاجتماعي عن هذه الشراكة، حيث يتم العمل على إطلاق مبادرات في مجالات التعليم والصحة والتكوين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص جديدة للشباب. وفي سياق إقليمي ودولي معقد، تكتسب هذه الشراكة بعداً استراتيجياً إضافياً يجعل منها نموذجاً للتعاون القائم على الاستقرار والتكامل بعيداً عن التوترات والصراعات. رسائل واضحة يبعث بها هذا التقارب أن المستقبل يصنعه من يستثمر في
الشراكات الذكية ويؤمن بقوة التعاون بدل التنافس السلبي. ومع تسارع وتيرة التغيرات العالمية، تسعى الرباط وأبو ظبي إلى ترسيخ موقعهما كفاعلين أساسيين في محيطهما من خلال مشاريع مشتركة تتجاوز الحدود وتمتد نحو أسواق جديدة وفرص واعدة. خطوات مدروسة تعكس وعيا مشتركا بحجم التحديات وإرادة قوية لتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار. وفي الأفق تلوح ملامح مرحلة جديدة تتسم بالسرعة في التنفيذ والجرأة في اتخاذ القرار والانفتاح على شراكات أوسع سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. هذا المسار المتصاعد لا يعكس فقط قوة العلاقات بين المغرب والإمارات، بل يؤكد أيضا أن التحالفات المبنية على الثقة قادرة على الصمود والتطوير مهما تغيرت الظروف. ومع كل زيارة تكتب صفحة جديدة في سجل العلاقات الثنائية تحمل معها مشاريع أكبر وطموحات أوسع ورؤية أكثر وضوحا لمستقبل مشترك. إنها ليست مجرد لحظة دبلوماسية عابرة، بل محطة مفصلية تعيد رسم ملامح التعاون بين البلدين وتفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل الاقتصادي والاستراتيجي. وفي ختام هذا المشهد يبقى الثابت أن ما يجمع الرباط وأبو ظبي أكبر من مجرد مصالح آنية، بل هو امتداد لعلاقات راسخة تتجدد بروح العصر وتستشرف آفاق المستقبل. شراكة تتعزز ومشاريع تتوسع ورؤية مشتركة تمضي بثبات نحو الغد. ومع تسارع تنفيذ هذه الرؤية، تبدأ ملامح التحول الحقيقي في الظهور، ليس فقط على مستوى الأرقام والاستثمارات، بل في طبيعة العلاقة نفسها التي تتجه نحو مزيد من العمق والاندماج. شراكة تتجاوز التفاهمات الكلاسيكية لتصل إلى مستوى التنسيق الاستراتيجي في قضايا إقليمية ودولية، بما يعكس تقارباً في الرؤى وتطابقاً في عدد من المواقف الأساسية. وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا التحالف في دعم الاستقرار والتنمية، سواء داخل المنطقة العربية أو في القارة الإفريقية التي أصبحت مجالاً حيوياً للتعاون المشترك. تحالف قائم على البراغماتية، حيث يتم توظيف الإمكانيات المتاحة لدى البلدين بشكل ذكي لتحقيق مكاسب متبادلة وتعزيز الحضور في الأسواق الدولية. ومن زاوية أخرى تفتح هذه الشراكة المجال أمام فاعلين جدد من القطاع الخاص والمستثمرين للدخول بقوة في مشاريع واعدة مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي مشجع. حركية اقتصادية متنامية تدفع نحو خلق سلاسل قيمة مشتركة وتعزز من التكامل الصناعي وتساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا. وفي ظل هذه الدينامية يبرز عنصر الثقة كأحد أهم ركائز النجاح، حيث يشكل الأساس الذي تبنى عليه كل هذه المشاريع والطموحات. ثقة لم تأتي من فراغ، بل هي نتاج سنوات من التعاون والتنسيق والتجارب الناجحة التي عززت مصداقية الشراكة بين الطرفين. ومع كل خطوة جديدة تتأكد القناعة بأن هذا المسار ليس ظرفياً، بل هو خيار استراتيجي طويل الأمد يستند إلى رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية. وفي المقابل تتابع العديد من الأوساط الإقليمية والدولية هذا التقارب باهتمام، نظراً لما يحمله من دلالات تتجاوز الإطار الثنائي نحو إعادة تشكيل ملامح التعاون في المنطقة. مشهد يتغير وتوازنات